السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في يومياتي انا وبناتي. النهارده هنعمل طريقة الكبدة البيتي. سهلة ان شاء الله، هتبقى طعمها حلو احلى من بتاعت الاسكندراني وبتاعت الشوارع يعني. جبت هنا كبدة، طبق كبدة قطعته. قطعتها كده مكعبات، عايزة تقطعيها شرايح ماشي. حطيت لها كده، عصرتها عليها نص ليمونة وتوم مفروم وكمون وملح، ولو عندك خل حطي، لكن انا مش متوفر عندي الخل. وهنا جبت كده كام قرن فلفل وفرمته في الكبة، وكام بصلاية برضو فرمتهم في الكبة. لو مش حابة تحطي بصل ما تحطيش، وفص ثوم وفرمته برضو في الكبة. تعالوا بقى نعملها مع بعض. كده يا جماعة جبت الطاوة بتاعتنا، واحط مثلا زيت او سمنة. انا بحب السمنة في الكبدة يعني. معلش لو كنت ماسكه التليفون بايدي، عشان انا دلوقتي حاليا في بلدنا يعني كده، مش جايبه معايا المسند بتاع التليفون، فماسكه في ايدي يعني. السمنه كده بتخليها طعم احلى، معلقه صغيره او كبيره براحتك حسب الكميه. حطي كده زيت برضو كفايه كده. حط اول حاجه، في ناس اول حاجه بتحط البصل، بس انا مبحبش البصل بحطه اول حاجه، بحط الثوم. بحط كده الثوم اللي فرماه او الداخل البيض يعني. ثوم بقى مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يعني يدبل كده، يدبل بس يعني. حط كده الكبده دي يا جماعه، برضه هنحط لها ثوم وليمون، كمون وملح. لو عندك خل حط كده، خليها تتصدم كده وتنزل ميتها. في ناس ممكن تمشيها يعني، وبطلت تنزل المية، حطي البصل. طبعا الكبدة بتحب الليمون والكمون والليمون والثوم، دول اهم حاجة عندها يعني. الفلفل بس كده. البصلاية اللي فرموها في الكبة او مقطعاها ماشي، بس انا بسيبها يعني، بحط ايه في الكبة. حطيت كده البصل اهو مجلد. في ناس يا جماعة بتحب تحط لها بصل، اللي مش بتحط لها بصل دي بتبقى كبدة اسكندراني، بس انا مش بحبها بالبصل يعني. كده سيبيها كده ايه مع البصل. بعد يا جماعة ما كده، ما سبتها كده تتشرب تستوي يعني، حط كده الفلفل. طبعا وطيت عليها وسبتها. حط بعد ما وطيت عليها وسبتها دلوقتي احط الفلفل. عايزة تحط قرون حامي ماشي، عايزة تحط شطة ماشي اهو. نقلب كده مع الفلفل، ريحتها تحفة يا جماعة. شايفين شكلها تحفة. تحطي بقى التوابل بتاعتك اللي هو فلفل وملح. ثواني، هنا كمون وملح، ادي كمون وملح، وادي فلفل. حطي لو عندك برضه توابل كبدة اللي هي الاكياس دي جاهزة حطيها، بس انا الكبدة كده يعتبر ايه مش محتاجة. سيبها برضه، خلي الكبدة الفلفل يستوي، وطي عليها وخلي الفلفل يستوي. نجيلكم بعد اما نغرفها. استنى. وبعد كده ما الفلفل دبل يعني والبصل، شايفين
جميلة خالص. نحطها كده في طبقنا اهو يا جماعة. بعد ما خلصتها تحفة، طعمها اجمل كمان. استنونا في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.